في فيديو النهاردة هنعمل وصفة أساسية في أي عزومة، الرز بالخلطة المصري الأصلي. هنعمله بطريقة خطيرة بطعم وشكل هيشرفكم في أي عزومة. أنا نسمة ودي قناتي، لو أول مرة تشوفوها اشتركوا وفعلوا الجرس ويلا بينا نبدأ على طول. أول حاجة تعالوا نشوف المكونات اللي احنا محتاجينها. الرز بالخلطة الأصلي بيتعمل بالرز المصري مش بالرز البسمتي، فاحنا النهاردة هنستخدم رز مصري. هحتاج كوبايتين رز، هحتاج كمان كوبايتين شوربة، يعني لكل كوباية رز كوباية شوربة، ولكل كوباية رز هنستخدم معلقة كبيرة سكر، يعني للكوبايتين هحتاج معلقتين كبار سكر. هنحتاج توابل عشان تدي للرز طعم حلو زي أعواد القرفة وفصوص حبهان. هنستخدم كمان قرفة مطحونة تدي طعم ونكهة ولون حلوين قوي للرز بالخلطة. هنحتاج كمان 250 جرام كبد فراخ متقطعة مكعبات. للتقديم هحتاج لوز متقشر أو أي نوع مكسرات تحبوها، وهنحتاج كمان زبيب. أول حاجة في حلة على النار هنزل معلقة سمنة، هنزل عليها الرز وابتدي أقلبه كده. الخطوة دي الهدف منها مش ان احنا ندي للرز لون، الهدف ان احنا نغلف الرز بالسمنة كويس جدا فما يعجنش مننا لما يجي يستوي. هفضل اقلب فيه على نار متوسطة لحد ما ياخد اللون ده، نقدر نقول مثلا لون ذهبي شوية، مش بني ولا فاتح. هسيبه على جنب بقى، وفي كسرة او حلة تانية هحط معلقتين السكر من غير مية ولا اي حاجة على نار متوسطة لحد ما يدوبوا بالشكل ده. عايزاهم ياخدوا لون حلو كده، وبعد كده هنزل عليهم الشوربة. معلقة قرفة مطحونة، هنزل عليهم عود قرفة و3 فصوص حبهان، وهقلب وهسيب الخليط ده لحد ما يغلي. الشوربة دي هي اللي هتدي النكهة واللون الحلوين للرز بالخلطة. اول ما تغلي هنزلها على الرز، هقلب كده على نار عالية، هسيبه على نار عالية لحد ما يتشرب زي ما بنعمل الرز العادي. بعد كده هغطي الحلة ووطي النار خالص واسيبه يستوي زي الرز العادي. بياخد تقريبا نص ساعة على نار هادية لحد ما يستوي كويس جدا. في الوقت ده تعالوا نكمل بقية المكونات. في طاسة على النار هحط فيها معلقة زبدة او سمنة، هنزل كبد الفراخ، هرش عليهم رشة ملح ورشة فلفل اسود، وهقلبهم من غير ما اضيف ميه ولا اي حاجه. انا عايزاهم يتشوحوا على نار عاليه من غير ما احط لهم اي حاجه. بياخدوا تقريبا 5 دقايق، ما تسويهمش زياده عشان لونهم بيبقى مش حلو وطعمهم كمان بيبقى صعب جدا في الاكل. بعد ما تستوي هسيبها على جنب لوقت التقديم. في طاسه على النار فيها زيت هنزل المكسرات، هقلب فيها كده. انا مش عايزاها تغمق خالص، اول ما توصل للون ده بشيلها لانه لسه بيغمق زياده لما بيطلع. اللون ده هو اللي احنا عايزينه، هيبقى مناسب جدا للتقديم. بعد كده هنزل الزبيب، اول ما يطلع على الوش كده هشيله، ما تسيبوش كتير لانه بينشف وما بيبقاش حلو في الاكل. تعالوا بقى نشوف الرز لما استوى. الرز مستوي كويس، كل حبايه لوحدها، شكله ولونه يجنن. تعالوا بقى نشوف هنقدمه ازاي. هبتدي بقى انزل الرز في الطبق اللي هقدم فيه، هحط عليه كبد الفراخ من فوق كده، بعدين ابتدي ازينه بالمكسرات والزبيب. طعمه خطير، شكله طبعا يجنن. يعني الرز مستوي كويس جدا، طعمه حلو ولونه، المكسرات والكبدة عاملين بالانس رهيب. جربوه بالطريقة دي وهيشرفكم في اي عزومة. بس كده، لو لسه بتتفرجوا لحد هنا شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. اشوفكم الفيديو الجاي.